عاد الملك لمكانه الطبيعي، وعاد الأهلي للصدارة، وعاد الأهلي لمكانه اللي هو رقم واحد. المكان اللي عمره ما يبقى لايق إلا على نادي واحد بس في مصر وفي القارة كلها، هو النادي الأهلي. رقم واحد في القارة، رقم واحد في مصر، رقم واحد في كل حاجة، سواء في الرياضة، برا الرياضة، أخلاقيات اللعيبة معظمها، المبادئ والحاجات اللي جوه الملعب. ان النادي ده اللي هو رغم الضغوطات اللي بيبقى فيها بيقدر اللي هو ازاي يقدر يكسب. النادي ده في ظل ما انت بتبقى متوقع هزيمته وخسارته، النادي ده بيقدر يقوم ويرجع اقوى وبيرجع احسن من الاول. 15 فوز على التوالي للنادي الاهلي، يعني في حاجة معتادة لينا كجمهور الاهلي. الاعلام كان طالع اللي هو عمال يتكلم على رقم بيراميدز اللي هو 14 فوز متتالي ومعرفش ايه، اللي هو اتكسر على ايد الاهلي، ومن ساعتها هو مبقاش شايف قدامه حرفيا هزيمتين الاهلي والنهارده التعادل بتاع الزمالك اللي يعتبر ادانا الدوري بنسبة دلوقتي 90%. انت محتاج بس 4 ماتشات من خلال السبعة اللي باقيين تكسبهم، تبقى خلاص كسبت الدوري. فبجد يعني شكرا يا غريمي على الهدية دي، هدية مقبولة. نتكلم على اول حاجه بس على الماتش، وبعدين نبقى نتكلم في حته تعادل بيراميدز. النهارده الاهلي نزل كان في تراجع شويه، كان مصري هو اللي ضاغط الاول وبيحاول يسجل، وكان في عرضيات كتير، وكان في اللي هي عرضيات بكثافه كده جوه المنطقه، سواء لصلاح محسن او الكور اللي هي كانت بيحاولوا يلعبوها في ظهر الدفاع. بس كان في تعامل كويس من المدافعين وفي تمركز كويس. بعدين بعد اول ربع ساعه الاهلي ابتدى يعمل محاولات ليه، كرة من رضا سليم لعبها لهاني، يعني سدد كده بس كانت فوق العارضه. ابتدى الاهلي اللي هو يعمل هجمات خطوره، ابتدى الاهلي اللي هو يلعب كورته، ابتدى الاهلي اللي هو يعني يهاجم بقى في اريحيه ويمسك كوره كتير وبينقل. في الاهلي يعتبر معظم الشوط الاهلي بقى متحكم فيه، بخلاف اللي هي الربع ساعه الاولى. الاهلي ابتدى يعمل محاولات برضو، الكوره اتلعبت كده بره المنطقه، اتسندت لحسين، كان من امام اتسندت لحسين، من امام لاكرم، اكرم لعبها لحسين بره كده، قام واخدها كده، بس الكوره كانت فوق العارضه، بس بصراحه كانت تسديده كويسه جدا. بعدين في جت بعدها كوره كده لكريم فؤاد، لعبها كويسه جدا طويله كده بينيه جوه المنطقه. لوسام اللي اتحرك ممتاز جدا وحط الكوره، بس اللي هو كان سوء توفيق ان الكوره يعني عدت كده من جنب جاد والكوره طلعت بره. يعتبر الاهلي بقى هجماته اكتر، والتمركزات بتاعت اللعيبه بتاعته جوه البوكس كانت اكتر، وبقى في كثافه عدديه، والاهلي ابتدى اللي هو يعني بقى في خطوره اكتر من اول ربع ساعه. وبعدين برضو بعدها بدقيقتين يحصل كورة كده من ما بين إمام وحسين، حسين يلعبها لإمام بس يسدد الكورة كده، بس إيه تيجي كده جنب اللي هي في الزاوية جنب الزاوية القريبة. الكورة تطلع بره. يعتبر الأهلي يعني عامل كل حاجة، بس بخلاف اللي هو يسجل هدف، مفيش توفيق، مفيش اللي هو الحظ في الكور وفي إنهاء الفرص. بس اللي هو الشوط الاول خلص تعادل. لا ننزل الشوط التاني، يعتبر بقى برضو لسه عنده اللي هو عنده الخطورة، عنده الجدية اللي هو عايز يجيب جون. برضو كان في كرة ركنية رضا لعبها على راس ربيعة لعبها كويسة جدا، تخبط في العارضة وتخبط في ايد محمود جاد، وكرة صد ليها. فمحاولات برضو كتير، وكان في كذا كورة، وبرضو النهاردة رضا سليم نديله حقه، وكان فايق، وكان في كذا كورة عملها كويس لحد ما تيجي الدقيقة 61 انطلاقة ممتازة من رضا سليم، اللي ياخد الكورة ويعرض عرضية بشماله ممتازة للمهاجم الممتاز السوبر اللي احنا بندور عليه من زمان يا جماعة، وسام ابو علي. يعني متخيل الارتقاء، ومتخيل اصلا اللي هو يعني وضعية جسمه كانتش اللي هي احسن حاجة، وقدر اللي هو يسجل بالطريقة دي. يعني احنا من زمان اصلا احنا كان بيبقى عندنا فرص اسهل من كده ومهاجمين ما كانوش بيسجلوها، ما بالك انت بقى بالطريقة اصعب، والعرضية جاية كده اللي هي بتحرك، وهو يعتبر
جسمه مش شكل اللي هو مظبوط قوي ويقدر يسجل منها، فحاجة كويسة جدا. وبرضو يعني حابين نشيد بوسام اللي في خلال بتاع 15 مباراة عامل أرقام كويسة جدا. عامل 16 مساهمة تهديفية في الدوري بس، فدي حاجة كويسة. مهاجم فعلا، قناص بمعنى الكلمة، مهاجم متحرك ممتاز، مهاجم جوه البوكس يقدر يفيدك، مهاجم متحرك كتير، مهاجم بيقدر يسرق المدافع في المساحات، فدي حاجة كويسة جدا. المهم ينتهي الماتش كله على الأهلي كسب، فوز مهم جدا. الأهلي عالي في الصدارة بقى أول الدوري. الأهلي يعني حاجة كويسة اللي هو يعني خلاص كده، اللي هي يعني كل حاجة حواليك اللي هي بتديك خلاص الدوري. فوزين بتوعك على بيراميدز دول سهلوا لك المأمورية بنسبة 80%، والنهاردة ماتش الزمالك برضو اداك 10% كده، اللي هي خلاص كده انت حسمت الدوري، تكسب بس 4 ماتشات تبقى الدنيا معاك فل وتبقى خلاص حسمت الدوري. ودي حاجة كويسة جدا، ان خلاص هيبقى عندك اريحية وتحسم الدوري، وفي لعيبة تانية تاخد فرص ولعيبة الشباب تظهر و15 فوز على التوالي، حاجة كويسة جدا. حابين نشيد بيها كولر اللي فاضل له تقريبا 3 ماتشات ويعادل رقم جوزيه تقريبا او هيعديه، فحاجة كويسة جدا. مدرب كويس بيقدر يدير المباراة، بيقدر يتحكم في رتم المباريات، بيقدر اللي هو التبديلات بتاعته الفترة الأخيرة بجد يعني ممتازة. النهاردة تبديلة قفشة برضو اللي هي كان فيها يعني قدر اللي هو يستحوذ لك على الكورة، قدر اللي هو يخرج لك بالكورة تحت ضغط، قدرت انك تلعب بأريحية مع وجود قفشة، والهجمات بتاعتك كانت كتيرة أكتر. فكل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي، وكله بيعيش الوهم، وفي الآخر الأهلي بطل الدوري.